المنشية أشهر ميدان موجود في اسكندرية. الميدان ده هو أول ميدان حديث اتعمل في الشرق الأوسط، أنشأه الأوروبيون سنة 1813. سنة 1828 قناصلة الدول الأوروبية قررت إن هي تعيش فيه، وأطلقوا عليه ميدان القناصل، وبعد كده يتحول اسمه لميدان السلاح علشان العساكر كانت بتتدرب فيه. في أوائل الأربعينات من القرن ال19 قام منفي سياسي من الدولة البابوية اسمه فرانشيسكو مانشيني بتصميم جديد للميدان. الراجل ده قرر ان هو يعمل الميدان بشكل جديد ويخلي شكله على شكل مستطيل زي الشكل اللي بنشوفه دلوقتي. محمد علي أمر انه يتبنى في الميدان وكالات ودكاكين ووحدات سكنية وكمان محلات عشان تعرض المنتجات اللي جاية من أوروبا. بعض الدول قررت ان هي تنقل القنصليات بتاعتها لميدان المنشية زي فرنسا وأمريكا والسويد واليونان. ميدان المنشية في الوقت ده كان بيضم فندقين، فندق دي روب وفندق دي ليفون. 1873 بيتم تنصيب أول تمثال في ميدان عام في بلد عربي إسلامي، وهو تمثال محمد علي اللي نحته النحات الفرنساوي هنري ألفريد جاكمار في فرنسا سنة 1871، وكانت تكلفة التمثال في الوقت ده حوالي 2 مليون فرنك. اتحط التمثال في وسط ميدان المنشية في عهد الخديوي إسماعيل، اللي اضطر ساعتها ان هو يطلع فتوى من الشيخ محمد عبده بتقول انه يجوز وضع التماثيل في الميادين العامة، ده طبعا لإسكات معارضة المسلمين اللي كانوا رافضين وجود التمثال في الميدان واعتبروه ضد الشرع وضد الدين. تمثال محمد علي ما كانش مجرد تمثال اتعمل عشان شخص او انه يتحط في ميدان عام والسلام، بس الحقيقة ان التمثال كان معمول عشان يبين مدى تأثر اسكندرية بالغرب وخصوصا فرنسا، ومدى تأثر الخديوي إسماعيل بفكرة وجود أصلا تماثيل في الميادين العامة في باريس. تمثال محمد علي كان شبه تمثال موجود في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، هو تمثال بيتر الأكبر اللي تم تنصيبه قبل تنصيب تمثال محمد علي بحوالي 90 سنة. ميدان المنشية ساعتها كان ملتقى المدينة كلها زي ما هو دلوقتي ملتقى المدينة كلها، زيه زي ميدان مثلا بوليفار ديستلياني اللي موجود في باريس، أو شارع كانيبير ده الشارع الرئيسي اللي موجود في مارسيليا. في نهاية كل حلقة لازم نكون مقتنعين إن التاريخ له ما له وعليه ما عليه، ولكننا نبحث ونكتشف. ونعمل لايك وسبسكرايب وشير. سلام.